نتعرف على حضرتك. عباس السيد من اهالي ارمط الباه. طبعا احنا حضرتك شرفنا وجودكم النهارده وتلبيه طلبكم، ونشكر الساده المسؤولين في المحافظه والسيد معالي الوزير والساده المهندسين في هيئه الابنيه على جهودهم وتعاونهم معانا، لان احنا فعلا في احتياج من البلاد المحرومه بالنسبه للوحده المحليه اللي هي كل حاجه الاستحواذ ونظام فرض السيطره، وان كل الخدمات ما تبقاش الا لهم وان كل يفتكر لهم. يعني حضرتك 3 بلاد، السبخه وشبرا وقرموط، دي بلاد محرومه، حتى لمبه الكهرباء ما بنلاقيهاش. كل حاجه تيجي الوحده المحليه مخصصه قاعده متوظفين لخدمات البهو وفريق فقط، وما عدا ذلك الناس ليس لها وضع ولا كرامه. حتى الباشمهندس رئيس الوحده المحليه يقول لك البلاد دي ما تعنينيش بشيء. انت يا عم انت راجل موظف في القطاع الحكومي، يقول لك لا مع السلامه. انت بدي لنا جواب كذب، كل اللي في البهو اتفضل. حتى الجمعيات الزراعيه حضرتك كل واحد يصرف كيماوي والباقي يتفضل بره، يطلع يروح يروح. كل حاجه موجوده على الطبيعه. الكلام ده رد رئيس الوحده المحليه حضرتك لما ادالنا جواب انا سؤالي واضح. ايوه اتفضلي سعادتك. البلاد دي لا تعني لي شيء؟ لا، ما هو الواضح من تصرفاته حضرتك لما احنا جالنا جواب بالموافقه على مدرسه انشاء مدرسه، اعطى لهم جواب قال ان البهو فريق بها وحده محليه وبها بريد وبها مستشفى وبها وازكي البهو فريق. حضرتك بتزكيها على اي اساس؟ انا افهم من كده ان في تاشيرتين، تاشيره ليه في تاشيره حضرتك؟ لا الوحده المحليه لا ليست بجهه مختصه. بالنسبه للوحده المحليه الوحده المحليه حضرتك بتزكيها ليه؟ ان هي تستحوذ على كل المصالح؟ ما ينفعش دلوقتي هو بعد جواب هو بعد جواب دلوقتي في نقطتين عايزين نتكلم على الارض. لا دي القصه قبل بتاعتك، بس عايز اتكلم على بتاعت المدرسه. لكن عايز اتكلم على المكان بتاع اصلاح